أسد للأبد لا، أسد للأبد لا كلاب. 55,000 صورة ل11,000 معتقل سوري سربت في نهاية آب أغسطس في عام 2013 على يد شخص يدعى قيصر. المعتقلون عذبوا حتى الموت في سجون النظام السوري الذي ينفي التهم عنه، بينما يعجز الطرف الآخر حتى مع وجود الصور عن تقديم دليل يصمد أمام أي محكمة دولية، حتى في ظل وجود مؤسسات توثق حالات الاعتقال والتعذيب. بلغة الأرقام، المركز إلى الآن استطاع توثيق أكثر من 56 ألف حالة اعتقال، وتم توثيقهم بالاسم والمعلومات الشخصية الكاملة. طبعا الأرقام التقديرية تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف حالة اعتقال. طبعا معظم المعتقلين، النسبة الساحقة من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الشديد، خاصة خلال فترة التحقيق، وتحديدا في الأفرع التابعة لشعبة المخابرات العسكرية. طبعا إذا ذكرنا هنالك الفرع 215، الفرع 248، 227، 291، 293، 235. في هذا التحقيق سنقف أمام قصة شاب عذب حتى الموت في أحد الأفرع الأمنية، كما نتعرف من المنشقين على طرق التصوير السرية المتبعة في المشافي والأفرع الأمنية، سواء في دمشق أو في مناطق أخرى. في الطريق للتعرف على ما يسمى قلب آلة الموت السورية، التقينا أحد الضباط المنشقين عن الفرع الأمني 251 بدمشق، كان قد تنقل سابقا بين عدد من الأفرع الأمنية، ونفتح الباب أمام شهادته على عمليات التعذيب والقتل الممنهج. هي لائحة تضم 131 معتقل قتلوا في سجن الفرع خلال ما يقارب الشهرين، فإذا بدنا نقسمهم يعني تقريبا يوميا يطلع عنا 3 أو 4 مواقف. هاي بالبدايات، أما منتصف 2012 فكانت تتم عمليات التصفية والموت بالسجون، يصل العدد إلى 5 6 7 9 أمراض، يصل عدد المتوفين داخل السجون. هذا بفرع أمني، فما بالك دمشق تضم أكثر من 40 فرع موقوفين بالسجن نتيجة الأمراض والتجويع والتعذيب. صارت تحصل وفيات كثيرة، وصل عدد الموقوفين بالسجون يعني أمراض المتوفين 3 أو 4، وصل عدد ل7. أنا يوم من الأيام كنت موجود، 7 توفوا بالسجن، تم نقله إلى مشفى الهلال ثم إلى مشفى حرس العسكري. يجري تصوير المعتقلين داخل الأفرع الأمنية وفي المستشفيات بكثير من السرية، لما ينطوي عليه الأمر من تبعات قد تبدل المعطيات، فيقع السجان تحت طائلة المسؤولية وينتهي به الأمر مقتولا كما المعتقلين. يعني زملاء مثلا، في بعض السجان أنا كان شفتهم يصوروا، ونحن كمان أنا سجان كنت أحيانا نصور، فكنا نغض النظر عن بعض يعني. وهي ناحية كمان بالبدايات، إنه أنت سجان يحق لك تصور، ما حدا يمنعك، أو بجوالي أنا أو أي عنصر ثاني بالجوال بيحق له يصور، الطب الشرعي بيحق له يصور، كله بيصور يعني. فقلت لك الجثث 60 70 جثة كانت تتم بالمشفى بالبرادات، يعني اللي مناوب بالطب الشرعي في يفتح البراد يصور كل الجثث، يعني التسريب أمر مستحيل إن النظام يقضي عليه، أو مو صحيح، لا، أمر التسريب صحيح وقائم، ولليوم في تسريب وفي تصوير وفي توثيق على النظام يعني. خزعة لجثة مجهولة الهوية من جلد الرأس. خلال البحث ومتابعة قضايا المعتقلين، وبعد الاطلاع على كافة الوثائق المسربة من الأفرع الأمنية والمستشفيات، اتضح لنا تورط أطباء ومستشفى تابع لمنظمة الهلال الأحمر مع النظام السوري في إخفاء جريمة تعذيب أحد المعتقلين وقتله، وهو ما سنكشف عنه بالوثائق. المعتقل يدعى خالد الرجا من مدينة دير الزور، خرج للعمل في دمشق، لكنه اعتقل في نهاية عام 2012 وعذب في الفرع الأمني قبل نقله إلى مستشفى الهلال الأحمر السوري الكائن في شارع بغداد بدمشق، ليخرج منه جثة هامدة. ما استلمنا جثة خالد. الجثة الآن بمقابر جماعية بمنطقة تدعى نجهة.
أحد الضباط انشقوا من الفرع 251، وهو اللي أخبرنا بأنه خالد توفى، وبعض الأشخاص اللي كانوا بالسجن معتقلين معه وطلعوا من السجن هن اللي أخبرونا بوفاة خالد كمان. استنادا إلى أسماء القتلى والمعتقلين السابقين في الأفرع الأمنية التي زودنا بها الضابط المنشق، حاولنا التواصل مع عدد منهم لكنهم رفضوا الإدلاء بشهادتهم، بيد أننا تمكنا في النهاية من الوصول إلى معتقل سابق كان برفقة خالد في الفرع الأمني نفسه. الأدوية قليلة جدا أولا، يعني الشخص يعني إذا ما كان منتهي على خالص يعني مرحلة الموت ما يعالجوا نهائيا. يعني نطلب مثلا شخص إنه صار في معه حمى، نطلب السجان يقول لك إذا بس يموت صحوا لي نادوا لي عليه الأمر هذا هيك. بعض الأشخاص يغموا عليهم نادوا لي ياخذوه يعني يطلع يروح ما نعرف وين راح، يعني إنه قد نحول على المشفى، قد أعدموه. كان موجود معنا شخص اسمه خالد الرجا بالمعتقل بأحد الأفرع، كان ينطلب أكثر من مرة للتحقيق، يرجع عندنا يعني متعذب كثير. أحد المرات طلبوا للتحقيق وراح ما عاد رجع عندنا نهائيا، ما عرفنا إنه وين شو صار فيه بالمستقبل طبعا. وإلى جانب شهادته هذه بشأن خالد، وبعد العودة للتدقيق وقراءة كافة الوثائق الرسمية الموجودة بحوزة الضابط المنشق، اتضح وجود تقرير صادر عن مستشفى الهلال الأحمر السوري في دمشق بتوقيع رئيس قسم الإسعاف بالمستشفى الدكتور يوسف حماد. يفيد التقرير بأن خالد توفي كمريض داخل المستشفى ودون أي إشارة إليه كمعتقل تعرض للتعذيب داخل الفرع الأمني، ما أدى إلى وفاته لاحقا، وهو ما يؤكد أن التقرير الطبي يخفي الجريمة بطريقة ممنهجة. حول تقرير الهلال الأحمر، خالد مضحي الرجا هذا كان معتقل عندنا بالفرع بالسجن فرع الخطيب 251. تم إسعافه لمشفى الهلال الأحمر، ولكن يكتبوا مشفى الهلال المريض أو السيد، ولكن هو معتقل عندنا بالفرع وتوفي بالفرع. وطلبنا احنا تقرير بعد وفاته لانه توفي بالهلال وتم نقله لمشفى العسكري، فطلبنا تقرير نحن من الهلال فاعطانا تقرير بحقه. يعني حتى كان عنده برادات فرغها للفرع، يعني امرار يتوفى بالفرع 5-6 مساء ما بنلحق ننقلهم لمشفى حرسته، تعرف الطريق بيكون، فكان يتم معاينتهم، بيناموا الجثث لثاني يوم الصبح يتم نقلهم من مشفى الهلال الأحمر. أساليب متعددة خفية وأخرى معروفة تتبعها الأفرع الأمنية من أجل إخفاء جرائم القتل والتعذيب، لكن الصيغة الجديدة كما تشير الوثائق تفيد بلجوء النظام إلى المستشفيات والأطباء، سواء كانوا مكرهين أم ملتزمين مع الفروع الأمنية للاشتراك في إخفاء الجرائم على نحو رسمي. طبعا بالنسبة للمشافي، مشفى الهلال الأحمر كان في جناح خاص للجهات الأمنية يستخدم فيه أساليب كثيرة، وبإضافة لاستخدام البرادات ضمن المشفى، مشفى المجتهد بدمشق، مشفى حرسة العسكري، مشفى 601 ومشفى الشرين العسكري. أنا هذه المشافي اللي أعرفها وفتت عليها وفيها أجنحة للجهات الأمنية. يعني هي كانت مستخدمة يعني فقط مو من جهاز أمن الدولة، من المخابرات الجوية، من الأمن العسكري، شعبة المخابرات، من إدارة المخابرات العامة، أغلب الجهات الأمنية كان إلى يعني مثلا كان يفرغ جناح، مثلا كان يفرغ جناح مثلا، هذا الجناح للجهات الأمنية، المخابرات الجوية إلى 3 غرف، أمن الدولة إلى 3 غرف، الأمن العسكري إلى 3 غرف، وهكذا. يعني هاي الصيغة يعني اختصوا الأطباء، يعني قسم الإسعاف بالمشافي كان أخذ هاي الصيغة حصرا للمعتقلين. احنا ما بنقول له خلاص عرفوا هذا معتقل وتوفي بده يعطيك هاي الصيغه، والله ما بيقول لك هذا في كدمات بجسمه، في قتل، في طلق ناري، ما بيحدد هذا الشيء. يعني سواء شو ما كان فيه بده يعطيك هذا الاسلوب، هذا المتبع عندهم، يعني انه هذا معتقل وموت بالسجون، اساس لا يبرر اللي يشيل مسؤوليه عنه المشفى، ولا يشيل مسؤوليه عن الجهات الامنيه وعن المجرمين بالنظام، فكان يعطي هذا الاسلوب. في منهم طلق ناري، في منهم نتيجه الضرب واساليب التحقيق، اسباب الوفاه. بسبب الظروف الامنيه
لم نستطع التوجه إلى دمشق لمقابلة منظمة الهلال الأحمر السوري ومواجهتهم بالوثائق التي حصلنا عليها، لا سيما أنه يتوجب على الصليب الأحمر الدولي وطواقمه حول العالم حماية المدنيين ومساعدتهم بحسب اتفاقية جنيف. حاولنا إجراء العديد من الاتصالات بالهلال الأحمر السوري ولكن دون جدوى. فأرسلنا لهم بريدا إلكترونيا أرفقنا به التقارير التي تبين تورطهم مع الأفرع الأمنية بإخفاء جريمة تعذيب الشاب خالد الرجا ومقتله. انتظرنا لأسابيع لكننا لم نتلقى أي رد على استفساراتنا. الفيديو بحد ذاته بيعتبر إثبات، دليل إثبات، يعني إنه عم يتسرب الفيديو فيعتبر دليل إثبات قالوا عن النظام. ثاني شيء في شهادات الأقارب المعتقل أو الأصدقاء أو من أفرج عنهم سابقا وبيأكدوا موضوع إنه هذا الشخص موجود بالفرع الفلاني وتم تصفيته على أيدي المخابرات. هي كلها تعتبر أدلة إثبات. قمنا بتسجيل كل هذه الأسماء التي حصلنا عليها ماتوا داخل مراكز الحجاز، وقد أثبتنا أن هؤلاء عندما دخلوا مراكز الحجاز كانوا بصحة جيدة، وبالتالي من هو الذي قام بقتلهم؟ من هو الذي قام بهذا الفعل عندما يقول أنهم ماتوا بسبب صدمة قلبية أو ما إلى ذلك، توقف القلب، وهذا ما يدعي النظام السوري غالبا. هذا أمر غير مقبول لأننا نتأكد أنه دخل بصحة جيدة وأنه داخل مركز الاحتجاز أيضا كان بصحة جيدة حتى تم تعذيبه وتم إهمال صحته وبالتالي مات بسبب التعذيب. إذا كان تيبس الأجساد من الجوع والعطش والتعذيب في زنازين الأفرع الأمنية السورية وحدها مشاهد لا تكفي كدليل دامغ فاضح على وقوع الجريمة في هذا الأرشيف الإنساني، فإن الأدلة والبراهين من وثائق وشهود تم جمعها تصيب عين الحقيقة.